بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معانا قصة لأخت أم عبد الله من السعودية. يعني سبحان الله يتفطر القلب لهذه القصة مع رضيعها. ماذا حدث معها؟ يعني سبحان الله، قصة فيها العجب والله. طبعا أبكت، ستبكيك هذه القصة. نعم. ومعنا قصة، هذه القصة من السعودية، ومعنا قصة في السعودية، حدثت في السعودية لأخ مغربي مغترب من فرنسا، يعني يؤدي العمرة، فحدث معه ما حدث معه أمور هو طبعا لازم للاستغفار. اسمعوا يا جماعة، لأنه الوقت لا أريد أن أتجاوز 35 دقيقة، عشان لما بنزل الدرس على الفيسبوك فبعديه 35 دقيقة يذهب الصوت، لا أدري لماذا. فاختصارا للوقت، الحلقات الدروس القصص طويلة فيها شرح مفصل جميل ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني طبعا إشي مشاعر. بدي أطلب من الإخوة المتابعين الذين يشاهدون القناة أن ينتسبوا إلى هذه القناة. نريد أن ننهض بهذه الأمة يا جماعة. يا جماعة، كانوا في الماضي في العهد الروماني كانوا يساووا حلقات مصارعة، مصارعة رجال مع الأسود، رجال مع الأسود. فتتذكر هذه المصارعة، تذكر هذه المصارعة، وتذكر إنك لو أن فلان أو شخص ما رمى لك المفتاح رمى لك المفتاح، إذا لم تستطع على هذا الأسد فلك المفتاح أن تخرج، فلك المفتاح، رمى لك المفتاح، فأنت والأسد والسياج يعني سجن مسكر عليك. لكن أحد محبيك وضع لك مفتاح في مكان ما، يعني قريب عليك، تستطيع أن تفتح وتخرج. وهذا حالنا ولله المثل الأعلى. الله ترك لنا مفتاح، المفتاح هو الاستغفار، مفتاح الفرج، مفتاح الشفاء، مفتاح الأرزاق، مفتاح الخروج من هذا الهم والنكد والكرب الذي تعيشه في هذه الدنيا. نعم، هذا هو المفتاح، الاستغفار. عندما تلزم الاستغفار سترى عجبا من فرج الله. الله أعطاك إياه وقال لك لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. عليك أن تذهب لهذا المفتاح، لن يأتيك المفتاح، بدك تروح لهذا المفتاح، بدك تلزم هذا المفتاح. نعم، الآن صار المفتاح بمتناول اليد. بالماضي ما كانش واضح إنه هذا مفتاح يفتح كل شيء أغلق في وجهك، لكن اليوم والفضل لله بعد ما عشنا الاستغفار وطبقنا آية الاستغفار ولزمنا الاستغفار بالليل والنهار، فتح الله علينا وعلى كثير، مئات الآلاف من المتابعين وجدوا ضالتهم في الاستغفار. لكن المشكلة إنه الواحد سبحان الله، المشكلة عندنا إحنا هكذا. المشكلة عندنا في إشي طارئ جاء علي، ربما كرب، دين، مخنوق، سحر، زواج، شيء يعني مضغوط لهذا الشيء. نعم، علمت إنه الاستغفار، أخذت الاستغفار حتى فك الله عني ما أنا فيه. طب ليش تركت الاستغفار؟ تعرف شو فيه الاستغفار يا جماعة؟ والله لو جبت مشارق الأرض ومغاربها تبحث عن سعادة، واللي تأتي بسعادة أو تأتي بأرزاق أو تأتي بخيرات أو تأتي بجاه أو تأتي بعلم والله لن تأتي كما يأتي لك به الاستغفار، يعني الله بالاستغفار، كما يأتي لك الله به بالاستغفار. على ماذا تبحث؟ على ماذا؟ كل المال بالاستغفار، كل الأرزاق بالاستغفار،
كل العلم وأولادك يتعلموا ويصيروا دكاترة وأطباء، لأن أنت لزمت الاستغفار كما أخذت الصلاة. يعني أنت خاطر على بالك إذا أنت بتستغفر 30-40 سنة شو بده يصير معك؟ شو تصير معك؟ شو بده يعمل لك ربنا في هذا 30؟ أنا بحكي على الدنيا. ومن أراد أن تسره الصحيفة فليكثر من الاستغفار يوم القيامة، طوبى لمن وجد في صحيفة استغفار كثيرا. لك أنت بتخيل شو بده يصير معك؟ إحنا عندنا هنا طبعا هذول أهل التخيلات والتهيؤات. إحنا عندنا هاي الكلمة بنقولها بفلسطين، يعني وكأنك هاي تخيل، بنقولها كلمة عامية عندنا على سبيل مش عارف أقولها شيء، بقولها تخيل إنك أنت عملت كذا ستجد كذا. لكن هذول أصحاب الطاقة حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، والذين سيسرقون الكلام ويحرفوه. على كل حال ما علينا. معنا قصة هذه يعني يتفطر لها القلب، وقصة لأخ كمان مغربي مغترب، هو في فرنسا ولكن جاء للعمرة وضيع شيئا مهم، ضيعه وسبحان الله الأقدار. خلينا نسمع القصص لأنه عشان الوقت كل شيء تبحث عنه. المفتاح الآن أنت تعرف أنه في مفتاح، أنت عليك عشان خيرك، عشان الله يغرقك بالخير، لازم تدل الناس على هذا المفتاح، لأنك لا تأمرون بالمعروف لا تنهون عن المنكر وليشك أن الله يسلط عليكم عذابا لا يرفعه تدعونه فلا يستجيب. عشان دولتك وبلدك ودارك وأهلك وولادك يتغيروا للأفضل، للعيش الطيبة، للرفاهية، للعلم، للتكنولوجيا، للتقدم، للتطور. واتقوا الله ويعلمكم الله، يفتح علينا علوم. والله كل الذي عندهم لن يساوي شيء من العلم الذي سيعلمنا الله إياه عندما نتوب. سيرجعوا كما كانوا في الماضي يبحثوا عن العلم عندنا عند المسلمين. نعم، سيجدوا أن كل الذي تعلموه لا يساوي بصلة بالنسبة للي سيعلمنا الله عندما نتوب. كيف لكانت؟ بدهم يحتاجوك، يحتاجوا لعلمك هكذا. واتقوا الله ويعلمكم الله. لما منتوب إلى الله ونراقب الله ونلزم الاستغفار، لأنه الله هيك جعل فيه مفتاح اسمه استغفار، المفتاح الذي يفتح كل شيء. ماستر كي اسمه الاستغفار. الله يحييكم. نسمع إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله جميعا متابعي بلغوا عني ولو آية، مع الأخ محمد حجازي في القناة المركزية، ومع الأخ خالد ذياب في قناة القصص. وصلتني هذه القصة جزء من قصة طويلة جدا لأم عانت مع طفلها. إلى كل أم تعاني مع أطفالها أيا كان المرض، أيا كانت الحالة، أيا كانت المعاناة، فعند الله كل الدواء والشفاء. فقط نترك الذنوب ونتوب إلى الله ونلزم الاستغفار ونأخذ بسورة البقرة ونرى الله ونرى من الله العجب العجاب. تقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أختي أم رفيدة، أنا أختك أم عبد الله من السعودية، أحكي لك عن قصتي مع ابني عبد الله. عندما ولدت عبد الله تفاجأت بوضعه الصحي، ومن أنه يعاني من عيوب خلقية كثيرة، مع أني كنت أتابع طوال فترة الحمل، ولكن لم يظهر معي أي شيء لحكمة يعلمها الله. بمجرد ولادته تبين أنه لا يستطيع التنفس إلا تحت تأثير الأكسجين، وأيضا يده اليسرى كانت 4 أصابع بدون إصبع الإبهام. كان من الواضح للطبيب أن معه مشكلة كبيرة بالقلب. عندما أخبرني زوجي حمدت الله وقلت له: اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. ولم أزد على ذلك. سبحان الله، بالرغم من أن الخبر صادم والمصيبة كبيرة، إلا أنني أحسست بأن الله ربط على قلبي، حتى أنني لم أبكي ولم أسأل عن شيء بعد ذلك. خرجنا إلى البيت على جهاز الأكسجين، واتضح بعد ذلك بأن ابني لديه 3 ثقوب في القلب.
لا حول ولا قوة إلا بالله. وضيق بالصمام الرئوي، وتضخم في القلب، وتضخم في الشرايين الرئوية، وتبين بأن لديه كلية واحدة. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبأن الفقرة الأخيرة في السلسلة الفقرية غير موجودة أيضا. وسبحان الله، سبحان الله. نعم. وكان يحتاج لعملية قلب مفتوح، وبدأت رحلة المعاناة والدخول المتكرر للمستشفى بسبب مشاكل في التنفس والتهاب رئوي، وهو لم يكن يتحمل أي شيء وتكاليف العلاج الباهظة، لأن التأمين الطبي لا يتكفل بعلاج مثل هذه الحالات، والبحث عن سبيل العلاج، لأن العملية كانت مكلفة وغير متوفرة إلا في عدد قليل من المستشفيات المتواجدة في المدن الكبرى، وفي بعض المستشفيات الخاصة التي تصل تكلفة العلاج فيها لمثل حالة ابني إلى ما يقارب $500,000. نسأل الله السلامة والعافية. وحقيقة لا تأتي المصائب فرادى بعد 6 أشهر، يعني كل هذا الألم لطفل صغير رضيع لم يتعدى 6 أشهر. فبعد 6 أشهر من ولادته فقد زوجي عمله، وتراكمت علينا ديون المستشفى إلى ما يقارب $50,000، وهذا كله وهو لم يجري العملية بعد. كان عمره آنذاك 8 أشهر، وبدأنا نتنقل به من مدينة إلى أخرى على أمل إجراء العملية، والتي كان من المفترض أن يجريها خلال أول 6 أشهر من عمره على أكثر تقدير، حتى لا تسوء حالته الصحية أكثر من ذلك ويصبح الضرر كبيرا جدا. ظلينا نبحث ونطرق جميع الأبواب حتى كدنا نيأس، إلا أن جاء ذلك اليوم والذي كان بمثابة الحلم. عندما جاءنا اتصال من أحد المستشفيات التي تقع في مدينة أخرى بعيدة جدا تبعد حوالي 15 ساعة بالسيارة، وطلبوا منا الحضور بعد ساعات معدودة، لأنه تم توفير سرير في العناية بالقلب، وأن الطبيب وافق على إجراء العملية غدا لابني، وإلا سيتم منح الفرصة لطفل آخر، ولا نعلم متى ستتوفر الفرصة مرة أخرى. لم أصدق، وقررت أن نذهب بالطائرة أنا وابني فقط، لأننا لم نكن نملك ثمن التذاكر للسفر أنا وزوجي سويا. أختي أم رفيدة، أعذريني القصة طويلة، والصغير لم ينم بعد. هذا كان في الجزء الأول من قصتها. ثم تضيف: بعد إجراء العملية تعرض ابني لنزيف حاد. هذا كله هو الطفل عمره 8 أشهر. تعرض ابني لنزيف حاد استمر ل8 ساعات متواصلة، مما سبب مشكلة في كليته الوحيدة، حتى أنهم قالوا من المحتمل أن يتم عمل غسيل كلوي. يا إلهي، لطفل عمره 8 أشهر. لا حول ولا قوة إلا بالله. غسيل كلوي له، ولكن بفضل الله ورحمته بدأت الكلية تتحسن تدريجيا، وبعد أسبوع أو 10 أيام عادت لوضعها الطبيعي. لكن كانت المشكلة في أنهم بعد العملية لم يستطيعوا فصله من جهاز التنفس الصناعي، ومن المفترض أن يظل على الجهاز من 3 أيام إلى أسبوع، ولكنه جلس قرابة الشهرين في غياب كامل عن الوعي. وبعد الفحوصات تبين أن الرئة بها عيوب خلقية، وأن نموها لم يكن طبيعيا بسبب تضخم الشرايين الرئوية. وضعها على الرئة منذ أن كان جنينا في الرحم، ولذلك عند وضعه على جهاز التنفس الصناعي لم تستطع الرئة العمل مجددا كما كانت سابقا. وفي الأخير
تم عمل دعامات داخل الرئة لتوسيع القصبات الهوائية، وبحمد الله نجحت العملية. يا لها من أعجوبة، سبحان الله، لا نملك إلا أن نقول سبحان الله. نجحت العملية أخيرا ومن الجهاز ولكنه كان وخرج أخيرا من الجهاز، ولكنه كان فاقدا للذاكرة وفاقدا للحركة، ولا يستطيع إصدار أي صوت، كأنما أصبح أبكم، وكان لا ينام إلا 3 ساعات في اليوم تحت تأثير الحبوب المنومة، مع أننا كنا نعطيه الجرعة كل 6 ساعات، ولكن كان لا يستطيع النوم. وكان وزنه 3 كيلوغرام وهو بعمر 1 وشهر. لا إله إلا الله. أثناء وجوده في المستشفى قررت أنا أن أذهب وأجلس في مكة، لأنه لم يكن مسموحا لي بالبقاء معه أو رؤيته إلا وقت الزيارة. ذهبت وكنت أجلس في الحرم طيلة اليوم، وكنت أقرأ القرآن كثيرا، وكنت مكثرة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت راضية تماما في تمام الرضا، حكمة كبيرة، سبحان الله، راضية تماما. وكنت عندما أدخل الحرم أنسى همومي، كنت أحس بأسلوب كنت أحس بسلوى عجيبة. والله على ما أقول شهيد، والله ونحن شاهدين بصراحة. ما قصصتيه لحد الآن يفطر القلب. بعد خروجه من المستشفى، معذرة المشاهدين الكرام، بعد خروجه من المستشفى بدأت الذاكرة تعود إليه شيئا فشيئا، وبدأ يحرك أطرافه، وبدأ صوته يعود. يا إلهي، لا حول ولا قوة إلا بالله، تدريجيا. ولكن ظهرت مشكلة جديدة، ورجعنا إلى المستشفى ومكثنا شهورا عديدة، وكان الأطباء يبحثون عن سبب المشكلة. إنه الله عزتي، الله يعاقبنا في أنفسنا وفي أبنائنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، من سوء أدبنا طبعا ومن ذنوبنا، إلى أن توصلوا إلى أن لديه مشكلة، وهي أنه لا يستطيع ابتلاع السوائل بصورة سليمة، وإنما هناك جزء يتسرب إلى الرئة. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا بسبب ضعف الرئة وعضلات البلع. وأخيرا وبعد مشاورات أجريت له عملية أنبوب للتغذية عن طريق المعدة. هذا كله لطفل عمره 1 وشهر. من رحمة الله بنا أن سخر لنا من الجمعيات من يتكفل بمصاريف علاجه، لأنه لو ذكرت لكم تكاليف العلاج ربما لم يصدقني أحد، ولكنه لطف الله، وهذا بفضله أولا، وبفضل الله ومن ساعدونا، وذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من عشاق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقول الأخت، ولي معها قصص كثيرة منذ سنين أعداد، وهذا كله وأنا لم أصادف قناة العم محمد حجازي بعد. ومكثنا تقريبا، معذرة منكم مشاهدين، ومكثنا تقريبا منذ العملية الأولى إلى العملية الأخيرة حوالي 7 أشهر في المستشفى. لكم أن تتخيلوا ذلك. والله مشاهدينا الكرام، الله أنا بقرأ هذه التفاصيل صراحة. الجزء الأول من القصة قرأته وعدته الآن، لكن هذه الأجزاء أقرأها لأول مرة، بصراحة القلب ينفطر. الأخيرة حوالي تقول بقوا في المستشفى حوالي 7 أشهر. هذا أمر والله فظيع. وكان زوجي ما يزال عاطلا عن العمل، وكانت الأوضاع المادية حرجة للغاية، وكانت علينا ديون متراكمة، وإقامتنا انتهت. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولم نكن نملك ثمن التجديد. ورغم
ذلك كانت الأمور تتيسر في اللحظة الأخيرة. الإفرازات كانت تأتي على قدر الحاجة، الانفراجات كانت تأتي على قدر الحاجة، ولكن الأمور ما زالت متعسرة. بعد خروجنا من المشفى بحوالي شهرين تقريبا رأيت قناة الأخ محمد حجازي للمرة الأولى بالصدفة، لأني أبحث دائما عن قصص الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ الأمر، في بداية الأمر كنت أنظر وأقول مقاطع طويلة، أفتح المقطع لدقائق معدودة ثم أخرج منه، كنت لا أستطيع سماعه. للأمانة كان هناك شيء يجعلني لا أستطيع أن أكمل، إنه الشيطان يبعدك عن كل خير، وكلنا عشنا هذه اللحظات. وكانت تعرض المقاطع، وفي كل مرة أبدأ أستمع وأخرج، وكنت أرى مقاطع سورة البقرة، الأقفال، وكلام للكبار، وأقول هل هذا شيخ أم دجال أم ماذا يقول هذا، وأنا لم أفتح المقطع. ولكن العناوين كانت غريبة بالنسبة لي، ومع كثرة الذين يخوضون في كل اتجاه بعلم وبغير علم أصبح الإنسان يتشكك في كل شيء. وبعد عدة مرات سبحان الله بدأ قلبي ينشرح، وبدأت أستمع إلى مقاطعه في كل الأوقات وأنا أطبخ وأنا أقوم بأعمالي. أصبح إدمانا بالنسبة إلي، وبدأت أستغفر. كنت أملك خاتم تسبيح، بدأت أستغفر ولكن بأعداد قليلة. وسبحان الله بعد لزومي الاستغفار بفترة بسيطة بدأت الأرزاق تكثر علينا، الحمد لله سبحان الله، من حيث لا نحتسب. وكنت بدأت أتعود على الاستغفار وأستغفر بأعداد كبيرة. بعد ذلك بفترة وجيزة حصل زوجي على عمل براتب ممتاز، الحمد لله، هذه معجزات الاستغفار بفضل الله، ممتاز. وبدأت الأمور تتيسر، وكشف الله لي أمرا كان زوجي يخفي عني فترة طويلة. والله إن الله كشف لي الأمر بطريقة لا تخطر على عقل بشر، وأصبحت صحة ابني في تحسن. أنا لن أقطع هذا التسجيل، سأسجله كما هو. ربما لن أستطيع أن أعيد القصة على هذا الشكل، معذرة منكم. تحسن ملحوظ. وسبحان الله كان عندي تخوف من أن غياب الفقر، من غياب الفقرة الأخيرة بظهره أن يتسبب له بمشكلة في قدرته على المشي، خصوصا أنه أكمل عامه الثاني. وكنت أسأل الله أن يتمكن ابني من المشي. كانت أمنية بالنسبة لي، خاصة أن وزنه ضعيف جدا مقارنة بعمره، ومشكلة القلب والرئة تؤثر عليه. ولكن سبحان الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لقد أصبح ابني يمشي، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر، لوحده بدون أي مساعدة. وتحسن حتى أصبح يمشي كالطفل الطبيعي، سبحان الله. ومن تساهيل الاستغفار بفضل الله، في آخر مراجعة لابني في المستشفى قرر الطبيب تغيير الأنبوب لابني، وأنا كنت قد حجزت تذكرة للذهاب والعودة خلال نفس اليوم، لكن الأنبوب ثمنه باهظ ويحتاج وقت لتوفيره. قال لي الطبيب عليك الانتظار من الثلاثاء إلى يوم الأحد، وهذا يترتب عليه إلغاء التذكرة وحجز تذكرة أخرى وتمديد الإقامة في الفندق، وهذا كله يتطلب مصاريف كثيرة. وأنا كنت مستغفرة طوال الوقت، وكان عندي إحساس أن الأمر سيتيسر، نعم، من عند الله. والله سبحان الله رجعت من المستشفى إلى الفندق الذي أقيم به، والله على ما أقول شهيد. بعد أقل من 10 دقائق على وصولي جاءني اتصال من المستشفى أنه تم توفير الأنبوب
سبحان الله. وعلي أن أرجع إلى المستشفى لتغيير في الحال، وتم الأمر ورجعت في الوقت المحدد ولم ألغي الرحلة. سبحان الله. وسبحان الله من تيسير الله أن ابني هذا كم يحتاج إلى جهاز تغذية، كان يحتاج إلى جهاز تغذية يكلف 8,000 ريال، ثم تم توفيره من قبل جمعية خيرية، ولكن المشكلة أن هذا الجهاز يحتاج إلى أكياس خاصة تصل تكلفتها في الشهر إلى ما يقارب 1,000 ريال فقط. الأكياس فارغة بدون شيء، والله الذي لا إله إلا هو. بعث لزوجي الاستغفار بعد أن زوجي استغفر. هناك كتابة فقط خاطئة. بعدما استغفر زوجها، تقول اتصلت بي أخت كانت تجلس بابنها معنا في المستشفى، وقالت لي أن ابنها أصبح لا يحتاج الأكياس وإبر التغذية الكبيرة 50 ملم ولصقات وشاش وأدوية التنفس. أقسم بالله العظيم أنها أعطتني 5 كراتين مليئة بكل ما يحتاجه طفلي. والله إن قيمة هذه الأشياء يمكن أن تتعدى 10,000 ريال. والله هذا كله بفضل الله أولا، وفضل لزوم الاستغفار، نعم. ثانيا وفضل العام الأخ محمد حجازي الذي دلنا عليه ذلك ثالثا، جزاه الله كل خير. وهناك أمر أود أذكره بعد لزوم الاستغفار بفترة، كنت عندما أسمع القصص والمطر أحزن وأقول هل أنا سيئة لهذه الدرجة حتى لا ينزل المطر؟ وكنت أدعو الله دائما أن يعطيني إشارة أو علامة أنه قبل استغفاري. وفجأة تذكرت أنه في شهر 4 ميلادي، وكنت بدأت تو في لزوم الاستغفار. كنا قد ذهبنا لمدينة تبعد عنا 4 ساعات لمقابلة طبيب لابني، وطوال الطريق كنت أستغفر وأذكر أني أصبت. وصلت لرقم كبير، معذرة المتابعين أنا أقرأ هذه الأسطر لأول مرة. وصلت لرقم كبير ذلك اليوم، وأثناء رجوعنا في الظهيرة فجأة تلبدت السماء بالغيوم ونزل رذاذ خفيف من المطر، ولكني لم أنتبه في ذلك الوقت لأني لم أكن سمعت ما يكفي من مقاطع العم محمد حجازي. لا أعرف أنه له علاقة بالاستغفار. سبحان الله. كنت ناسية لذلك الموقف، حتى أنني تشككت، حتى سألت زوجي هل تذكر ذلك اليوم قبل عدة أشهر عندما كنا كذا وكذا؟ فقال نعم، وأكد لي نزول المطر. فقلت ربما هو مطر الاستغفار، والله تعالى أعلى وأعلم. ما زلت لم أقطف كامل الثمار، وما زلت لم أخذ بسورة البقرة إلا مرة واحدة من فترة قريبة، مع أني عموما منذ سنين أخذ بسورة البقرة وأتركها لبعض الوقت. لا زال في قصة أختنا هذه بقية. ابنها بيتحسن كل يوم، هو في حال أفضل. في الحقيقة عندما حدثتني بقصتها قالت أود يا أم رفيدة أن تكتمل قصتي وأرويها لك، ولكن قصتها طويلة كما رأيتم وفيها تفاصيل كثيرة، فسألتها بالله أن تروي لنا هذا الجزء الذي فيه خير الكبير، وإن شاء الله لقصة المستغفرة بقية، وللمستغفرين الكثير من القصص التي يروونها لكم. دمتم لله أوابين تائبين ومستغفرين ومبلغين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير أختنا أم رفيدة. نعم، إنها مشاعر، والله إنه لا يتفطر القلب على طفل صغير جدا قد أنهك والديه في أجهدهم في متابعته. سبحان الله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. سبحان الله. أحدنا طبعا القصة الثانية لا أستطيع أن ننزلها الآن، سننزلها بتسجيل آخر إن شاء الله. قصة أخونا المغرب المغترب في فرنسا المعتمر
إن شاء الله سننزلها. هناك معنا قصة أخرى كمان إن شاء الله لطبيب جراح حافظ لكتاب الله، طبيب أعصاب، كمان له قصة جميلة جدا جدا، كمان قصة طويلة يعني ولكن مفصلة، قصص مفصلة جميلة تروي أحداث كما هذه الأحداث، ناس تعيش حقيقة. بدأنا نراقب الله يا جماعة. هذا ولد صغير، هذا ولد صغير أشغل أمه وأبوه، وأبوه يعني عاطل عن العمل، وأشغل جمعية معه، وأشغل الأطباء معه، وأشغل هاي المرأة التي كان عندها أكياس، يعني أشغل مجموعة. يا جماعة إحنا فقط نبحث عن النعمة الناقصة. أنا بدي أعطيكم على سبيل المثال، والدي عنده الزهايمر. إحنا إخوة وأخوات 7، واحد توفاها الله رحمة الله عليها أختي سوسن، وأمي، وكمان واحد، كلنا بنشتغل في والدي مناوبات. أنا بشتغل كل يوم، بنزل عند أبوي، يعني خلينا نقول من الساعة تقريبا 10 للساعة 4 يوميا، إلا يوم السبت بقعد، وإخوتي بتناوبوا يلا، وكل يوم في عنده ديواني. هو شخص واحد يشغل معاه 8. انت لما بتتنفس لحالك وبتروح وبتمشي بجريك لحالك، واجلكم الله لما بتفوت على الحمام لحالك، هذه نعم انت نسيها. لما بتنظر وبتشوف وعقلك بيشتغل وثمك بوكل وايديك بتشتغل، هاي كله نسيه. فقط بدك الدين يقضيه. الله جل في علاه بده اياتك تعرفه، منعك عشان تعرفه. واحنا احنا اذا في بضل مفصل واحد يشتغل فينا بنضلنا نعرفش الله حتى يقعدنا الله. لما الله بيقعدنا بنصير نبحث عن الله. هي لما انت تبطل مديون مكروب مهموم ما في حدا بده يساعدك، تبدأ والله يعني شخص واحد يشغل عيلة كاملة، نعم عيلة كاملة ولا يقوى. واحد بكفوش، هو ثقيل في الوزن، يعني أنا بحكي عن والدي أسأل الله أن يعفو عنه، لكن هو يعني كبير في العمر 84 سنة. على كل حال بس أنا بين يعني إن شاء الله، لكن رحمة الله عندما الله أعطانا مفتاح كما قلنا في البداية. الله أعطاك مفتاح ولله سنن، الله لا، سنن الله لا تحابي أحد، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إحنا لازم نتعلم كيف نتعامل مع الله. الرسول الله صلى الله عليه وسلم علم أصحابه التوحيد 13 عام. إحنا بنيجي مطبشين مكسرين مقصوصين الجناحين، جايين عند الله بعد ما خربنا كل شيء، جايين عند الله بعد ما الله أطبق علينا كل شيء، جايين عند الله يعني نقرأ لنا شوية قرآن، نصلي لنا شوية قيام ليل على أساس إن الله يغير. نمكر يعني إحنا بنمكر حقيقة، نحن نمكر. أو جايين نشتغل لنا شوي عند الله هكذا، نعم زي اللي رايح على الشغل فبيصلي له شوية زيادة وبقوم له شوية زيادة وبيستغفر له شوية زيادة حتى يأخذ حاجته. لما يأخذ حاجته باي باي خلص، صح ولا لا؟ بتعرف انت لو بتسويش الباي باي وبتضلك مستمر باللي انت فيه، والله سترى عجب من عند الله. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل. انت احنا بنصل للمرحلة اللي بدأ الله بده يعطينا. قضى عنك دينك فانت استكفيت في قضاء الدين، زوجك استكفيت في الزواج، شفى لك ابنك استكفيت في الشفاء. لكن الله وعد وعود عجيبة. من عمل صالحا، لو انه فلان لم يلزم الاستغفار مثلا، منوع، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يا جماعة بتعرف شو معنى كلمة حياة طيبة؟ ومن لا يقول هذه الكلمة؟ هيقولها فقير يعني عنده بنطلون وبلوزي فقط، أم غني، أم من يملك الدنيا كلها؟ لا يقول حياة طيبة. من يعرف يقدر ما هي الحياة الطيبة؟ إذا أنا بدي أقول لك حياة طيبة لربما تظن إني أنا بدي أطعميك، يعني أطعميك إشي أنت مش ماكله قبل مرة. لكن إذا الملك بده يقول لك اليوم هذا يومك، اليوم بدي أدللك، شو بتظن؟ أي كيف لما ربك بقول لك لأحيينك حياة طيبة؟ فأنت المشكلة إن إحنا كلنا نبحث عشان نصير صفر.
يعني ايش؟ انا مديون 100,000 دولار، بس يروحوا ال100,000 دولار، يعني شو معك؟ ولا شيء، بس راحوا عني الدين. طيب انت الله بده يعطيك اكثر، بده يعطيك كثير، وانت توقفت. ولا بدها تتزوج، خلص وقفت، اشغلت حالها بالطبيخ، واشغلت حالها بالقيل والقال، وبزوجها وبولادها، اشغلت حالها. مش يعني انه هذا هو حالنا. فاخوتي الكرام، ارجو من الغير منتسبين ان ينتسبوا لهذه القناه، وان تنشروا هذا الكلام، وان تدونوا تعليقاتكم، واريد منكم ان تشاركوا هذا الكلام، فهذا مهم جدا جدا. لازم هذه الامه تنهض. المفتاح بيناه بين الله لنا في هذا الزمان. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. بين لنا الله كيف نعيش الآية، كيف نطبقها بفضل الله. فلازمنا الاستغفار بالليل والنهار، فافتح علينا كل شيء. والله إنها النعم لا تنتهي، والله إن الله جل في علاه مغرقنا في نعم، أقسم بالله ما شاء الله تبارك الله. تحتار شو بدك تعمل، هو فضل الله عليك. وهذا هو يعني تصل لمرحلة انك انت لست بحاجة ولا لأي شيء، ولا لأي شيء، بالفضل كله لله. هذا اللي أبين لك اياته. الزموا الاستغفار، توبوا الى الله. الذنوب، ان احدكم لا يحرم الرزق بذنب يصيبه. سأخرج حلقات اخرى لاني عشان 35 دقيقة. فهناك قصص جميلة جدا، وهناك تدوينات جميلة جدا، قصص كثيرة والله. الحمد لله رب العالمين، وهذا فضل الله علينا. دائما وحدوا الله، اذكروا الله، صلوا على رسول الله، استغفروا الله بالليل والنهار، اقرأوا في كتاب الله، حببوا الناس في الله. من كيف تحبب الناس في الله؟ بدك تكون على خلق حسن، لازم تكون أخلاقك طيبة، وتحب الخير لغيرك، وتكون مقيم للصلاة، وتأمر الناس بالمعروف وتنهى عن المنكر. لكن إذا كنت على خلق سيء فسيحاسبك الله حسابا عسيرا، لأنك أنت تسيء لدين الله أولا. الله يفتح عليك ويرضى عليك. نعم، شو في عندك مشاكل في الدنيا، سيغير الله أحوالك، سيربط الله على قلبك، سيعطيك. حكمة الله واسعة. الله جل في علاه عندما ترى شيء يؤلمك، لازم احنا نتفقد أنفسنا، احنا الكبار نتفقد أنفسنا، لازم نتفقد أنفسنا. يا جماعة والله أبوي كان مغلبنا تغليب أقسم بالله، لكن الحمد لله رب العالمين يعني هدأ 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 حتى صار كالطفل الصغير. والله كان يعني آمر ناهي، يعني ويريد أن يخرج على الشارع وهو مش أهل إنه يوقف ويمشي، ويعني بهاي آخر الأيام وهو يعني لما بيبدأ الزهايمر بيبقى هو كأنه هو كامل عقله، كأنه أنت شايفه إنه غلط، ولكنه هو يشعر بنفسه إنه صحيح، وهو بالأصل شديد، ولا يريد حدا أن يتحكم به، ويريد أن يخرج. بتعرف هذول بيبدأوا بدهم يروحوا يذهبوا إلى البيت. أي بيت؟ لا أدري أي بيت. خلص بصير يقول لك بدي أذهب إلى البيت، هو جالس في بيته بقول لك بدي أذهب إلى البيت، والله يعيننا إذا بنقول له لا. فكل هذا هدأ 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 هدأ. هذا هو. أنت بتتقلب في نعيم ناقصك أمر واحد منعك إياه الله عشان تعرف الله. تتوب إلى الله، ضلكاش اجرك في مغموس بهذه الدنيا، 3/4 في هذه الدنيا. والله سيرضيك الله، سيغنيك الله. والله ستتحير، بتبطل بدك شيء من هذه الدنيا، موجود كل شيء. يعني إذا كنت نفسك يكون عندك 1 من الشيء، بصير عندك 1000 من الشيء. إذا كنت نفسك يكون عندك منه 1، بصير عندك منه 1000. إذا فهمت شو قصدي. الله يحييك ويبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.